تصريح خطير من الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد يفاجئ به المغرب وجلالة الملك محمد السادس بعد سقوطه ونجاح الثورة السورية، ويفجر مفاجأة كبرى ستصدم الملايين. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت فخور بما فعله جلالة الملك بدعم الثورة السورية فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد نجاح الثورة السورية وإسقاط نظام بشار الأسد، فقد صرح الرئيس المخلوع بشار الأسد وأدلى بتصريحات نقلتها وكالة دوما الإخبارية الروسية، وقال: هناك بعض الدول العربية وعلى رأسها المغرب هي التي قامت بدعم الثوار ضدنا، فمعظم رؤساء وملوك الدول العربية التي كانت تقاطع النظام السوري دعمتنا في النهاية، إلا ملك المملكة المغربية الذي وقف في وجهنا مع هؤلاء الثوار الإرهابيين. وكانت المملكة المغربية كانت تدعمهم بالسلاح وبالمعونات الغذائية والطبية، ولم تكتفي بذلك بل أرسلت إليهم خبراء عسكريين لكي يقوموا بتدريب هؤلاء الثوار الإرهابيين، وكانوا هم من يضعون الخطط العسكرية لإسقاط نظامنا، وهذا ما حدث بالفعل. فلولا المملكة المغربية ودعمها لهؤلاء الثوار الإرهابيين لما تركت الحكم. وهناك العديد من المغاربة يحاربون رفقة هؤلاء الثوار الإرهابيين ضد ما بقي من الجيش العربي السوري، وشاهدنا العديد من الجنود والثوار أيضا يرفعون أعلام المملكة المغربية انتصارا بما حققوه ضد الجيش العربي السوري. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.